تفتكر إمتى بطلنا نضحك وبدأنا نخاف؟ تعالى أقولك حكاية الكاميرا الخفية من الضحك للتمثيل. يا نجاتي اطفح البلالين. مساء الخير، أنا مي وهحكي النهاردة عن الكاميرا الخفية. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تكتين يعني مش هيفرقوا في حاجة. بما إننا في رمضان وبما إن دي تاني حكاية في سلسلة حكاياته، هنحكي النهاردة عن واحد من أهم الأعمال اللي ارتبطت بشهر رمضان وأصبحت رمز ليه، وما ينفعش يجي رمضان من غير ما نفتكره. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأبطال أنا وإنت وهي، أنا وإنت وهي. دي الجملة اللي ارتبطت في ذهننا دايما بالكاميرا الخفية، واللي بتوصف الشكل اللي اتأسست عليه فكرتها. وطبعا لما بنسمع كلمة كاميرا خفية بنفتكر ذكريات معينة وحدث مازال مستمر لحد النهاردة وما زلنا بنشهده حتى في أيام رمضان السنة دي. بس هل اللي بيحصل ده هو كل شيء ممكن نعرفه عن الكاميرا الخفية؟ يجوا نعرف الحكاية من أولها. بشكل عام مصطلح كاميرا خفية يعني أي عملية تسجيل فيديو أو حتى التقاط صور لأي حد لكن بدون علم. وبدأت فكرة تصوير الناس بدون علمهم كنوع من التجربة النفسية والاجتماعية ودراسة وملاحظة ردود أفعال الناس تجاه مواقف معينة، وده طبعا قبل ما تتحول كوسيلة ترفيه لأحد أشهر أشكالها حاليا. في أواخر القرن ال19 ومع ثورة اختراع الكاميرا الصغيرة المحمولة بدأ المصورين ياخدوا صور للناس من غير ما ياخدوا بالهم. والحقيقة إن أول حد خطرت في باله الفكرة دي هو إريش سالومون. وإريش سالومون هو مصور صحفي ألماني. إريش كان رائد في فكرة تصوير اللحظات الحية الواقعية بشكلها الحقيقي وبدون أي تكلف، وكان مشهور بالتقاطه لصور نادرة وحصرية لشخصيات سياسية ودبلوماسية وقانونية مشهور في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. وده طبعا كان من خلال استخدامه لكاميرات صغيرة وغاية في الدقة. كان بيصور الشخصيات التقيلة دي وهم بيتوبوا أو مرهقين من الآخر في أوضاع ما ينفعش حد يتصور فيها، غير مستعدين للتصوير تماما. وده اللي كان غريب وقتها ومحصلش قبل كده. إريش كان ليه فلسفة خاصة بيه، فكان بيقول إن هدفه من الصور دي مش السخرية ولكن كشف الوجه الإنساني للسياسيين، وإنه كان عايز يوري العالم إن القادة السياسيين دول بشر وبيضحكوا وبيتعبوا زينا زيهم عادي، بعيدا عن الصور الرسمية المتجمدة المعروفين بيها طول الوقت. ولولا إريش سالومون ما كانتش الصحافة عرفت توثيق الكواليس، وما كانش صناع الكاميرا الخفية استلهموا منه فكرة تصوير رد الفعل الطبيعي للإنسان. سنة 1948 صدر لأول مرة أول برنامج كاميرا خفية واللي اتذاع على التلفزيون الأمريكي، اللي كان اسمه برنامج كانديد كاميرا، بمعنى الكاميرا الصريحة أو العفوية. البرنامج اللي ابتكر فكرته وقدمه آلان فون، واللي بدأ كبرنامج إذاعي في الأساس قبل تقديمه في التلفزيون. وفكرة البرنامج كانت بتعتمد على تصوير الناس في مواقف كوميدية ومحرجة من غير ما يعرفوا. البرنامج طبعا نجح جدا لأنه كان فكرة جديدة شدت انتباه الناس جدا، عشان كده اتعمل واتذاع منه أكتر من 1000 حلقة. ومن هنا انتشرت الفكرة في دول كتير في أوروبا، وأصبحت برامج المقالب والكاميرا الخفية من أكتر البرامج جذبا للجمهور في الخمسينيات والستينيات. وطبعا لما هنقول كاميرا خفية في الشرق الأوسط فورا هنفتكر سلسلة برامج النجم رامز جلال. طبعا لو قلت لك ارجع ورا شوية تفتكر برامج النجم إبراهيم نصر وشخصية زكية زكريا. لكن لما نرجع ورا شوية هنكتشف إنه سنة 1983 ظهرت الكاميرا الخفية لأول مرة في مصر، اللي كان بيقدمها الفنان والأستاذ فؤاد المهندس. اتقدمت الفكرة في مصر بعد نجاحها الكبير جدا في أوروبا من خلال وكالة طارق نور، واللي بينسب ليه إدخال الفكرة في مصر وإنتاج البرنامج بروح مصرية وبشكل احترافي. فؤاد المهندس ما كانش بطل للكاميرا الخفية، ولكن كان مجرد معلق على الأحداث وردود الأفعال بصوته المميز وطريقته الكوميدية الساخرة، لأن البطل الحقيقي كان المواطن المصري العادي. حقيقة أنا بعتبر البرنامج ده مش بس مجرد أول برنامج كاميرا خفية، ولكن توثيق للفترة دي في تاريخ مصر. شكل المصريين، لبسهم، تصرفاتهم، ردود أفعالهم، توثيق للأماكن، الشوارع، الديكور وكل شيء. مش هو بس ولكن كل النسخ اللي اتعملت بعده في الفترة دي واللي كان بطلها الإنسان البسيط العادي. البرنامج كان من إخراج طارق زغلول وبيشارك في تقديم المصري ومحمد جبر، وكان من أهم العوامل اللي ساهمت في نجاح الفكرة وتمريرها للناس طبعا الأستاذ فؤاد المهندس، اللي كان ظهوره بيضمن للناس تقديم كوميديا راقية. تتر البرنامج كان غاية في الإبداع، واللي كان بيشارك بشكل رئيسي في نجاح الفكرة التيمة اللحنية الرائعة اللي قدمها محمد هلال. اللحن اللي مرتبط في ذهننا لحد النهارده بالكاميرا الخفيه، واللي على فكره كانت بتغنيه أنوشة. في الجيل الثاني ومن بعد الاستاذ فؤاد المهندس طبعا بيجي اسم النجم ابراهيم نصر، اللي كان احد ابرز الاسماء اللي استلمت الرايه من بعد، وقدم البرنامج فعلا في نهايه الثمانينات، واللي كان متميز باسلوب خاص بيه، وقدم مجموعه من الحلقات عباره عن تراث من البهجه ما يتنسيش ابدا.
نسخة إبراهيم نصر بنشهد تطور الفكرة وزيادة شوية تحابيش بقى. بعد ما كانت المقالب بسيطة وغير صادقة، الإيقاع بطيء والروح أقرب للبرامج التلفزيونية التقليدية، تطورت وأخدت شكل أكتر جرأة في تقديم الموقف الكوميدي. بقى فيه شخصية كاملة مبتكرة زي شخصية زكية زكريا، ومكياج تقيل وسرعة إيقاع، وتحولت لعرض تمثيلي كامل بشخصية ثابتة، وغيرها شخصيات تانية كتير طبعا، لكن دي كانت أشهرهم. وبتمر الكاميرا الخفية في مصر بمراحل كتير وبتاخد أشكال مختلفة، وبالتدريج بتتطور الفكرة وبتتحول الضحية من شخص عادي لحد من المشاهير، زي النسخ اللي قدمها الفنان حسين الإمام، واللي كان صاحب مدرسة حسين على الهوا، واللي أخدت شكل جديد وأسلوب مختلف من خلال استفزاز المشاهير وتظاهره بأنه مذيع رخم. كمان الفنان طلعت زكريا والنسخ الكتير اللي قدمها، واللي كان صاحب أفكار كتير منها وكان بيعتمد فيها على استفزاز الضحية بمنتهى البرود والثبات. الحقونا، احنا الاول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. كمان النجم هاني رمزي قدم نسخه من الكاميرا الخفيه اللي كانت بتعتمد على الفوبيا، كان بيتم تخويف الضيف ونشوف بقى رد فعله وهو خايف. وغيرهم كتير قدموا الكاميرا الخفيه باشكال وافكار كتير، وبكده اصبحت الكاميرا الخفيه طبق رئيسي ثابت على مائده الافطار في رمضان، ثابت من السنه للسنه. بس الحقيقه ان كل ده هو يظل مجرد شكل واحد بس من اشكالها، لأن ده هو مجرد النوع الترفيهي منها، يعني شوية مواقف كوميدية وضحك، لكن في أنواع كتير هدفها مش بيكون الضحك، زي برنامج الصدمة اللي اتعرض لأول مرة في رمضان سنة 2016، اللي كان كاميرا خفية بطابع اجتماعي بيعتمد على وضع الناس في مواقف إنسانية وأخلاقية صادمة زي التنمر أو العنف اللفظي وغيرها، وتصوير ردود أفعال الناس ومدى تفاعلهم مع الموقف. وكان البرنامج غرضه إنساني وتوعوي أكتر منه ترفيهي، بيتعمل منه نسخ كتير في كذا دولة عربية لحد النسخة المصرية واللي كان بيقدمها الإعلامي كريم كوجي، لحد ما بنوصل للنسخة الأكثر إثارة للجدل، وهي سلسلة برامج الكاميرا الخفية اللي بيقدمها النجم رامز جلال. الحقيقة إن رامز جلال أخذ البرنامج في حتة تانية فيها إثارة وأكشن وحركة أكتر، فالضحايا طبعا كانوا نجوم، والمقالب كانت أكتر من مجرد موقف بسيط. في الأول كانت لطيفة ومقبولة يعني وبتمشي، وفضلت الأفكار تكبر لحد ما بقى المقلب طيارات بتطير وقروش في البحر وأسود في الأسانسيرات. الغريب بقى إن الأفكار الضخمة الغير بسيطة دي اتكلم عنها الأستاذ فؤاد المهندس الحلقة الأولى في الموسم الأول من البرنامج، كأنه كان بيتنبأ بحدوثها في المستقبل فعلا. اتكلم عن الثلاث أمثلة اللي قدمهم رامز جلال دول حرفيا، وقال إنها اتعرضت عليه عشان يقدمها، لكنه رفضها تماما وقال: قلت لهم لا، أنا ما أقدرش أشتغل في البرنامج ده أو أشترك فيه، ده حتى كمان إذا نفدت من جميع الحاجات اللي هم عاملينها والمواقف دي، إذا نفدت من الطيارة أو إذا نفدت من البحر ومن الأوضة الإزاز، إذا نفدت من الأسد، مش هنفد أبدا من محكمة القيم اللي هتحاسبني على كل كلمة سجلتها في جهاز التسجيل. وهنا أشار الأستاذ فؤاد المهندس لحاجة مهمة جدا، وهي الجانب الأخلاقي لبرامج الكاميرا الخفية. الحقيقة إن برامج الكاميرا الخفية عموما وكل صورها دايما بتتعرض لنقد أخلاقي لازم. فكرة تصوير شخص بدون علمه وهو في موقف ما، الفكرة اللي دايما بتثير الجدل، تعرضت لانتقادات كتير عن اختراق الخصوصية الشخصية، حدود المقالب اللي ممكن تسبب كوارث للضحايا، ثم ضرورة أخذ موافقة المشاركين في المقالب بعد التصوير. هتلاقي في برامج التسعينات كانوا بيسألوا الضيف: تحب نذيع ولا لأ؟ رغم ان المواقف كانت بسيطة والامور مش ضخمة قوي، لكن التصوير في حد ذاته هو اختراق للخصوصية على اي حال، فلازم الشخص يوافق على عرض كل اللي اتسجل الاول. وبيوضح الاستاذ فؤاد انه رفض كل الافكار الضخمة دي لانه مش هينفد من محكمة القيم اللي هتحاسبه على كل كلمة اتقالت واتسجلت على لسانه. بس يا ترى الاستاذ فؤاد كان ممكن يكون ايه رأيه لو كان حضر تنفيذ كل الافكار اللي رفضها، رغم انها وقتها كانت ممكن تعمل ضجة اكتر من اللي بتعملها دلوقتي مليون مرة؟ كان ممكن يكون ايه رأيه وهو بيشوف الكاميرا الخفية اللي كان غرضها نفاجئ الضيف اللي هو شخص عادي زيه وزي المتفرج يضحك، ومن ثم نحقق البهجة. هي بتتحول لمافيا وصناعة كاملة بتدور حول ازاي نهين الضيف ونهزقه ونعذبه ونطلع منه أسوأ ما فيه. والمشكلة الأكبر إن الإهانة دي مش كفاية، لأنه بجانب كل ده التعليق على ردود الأفعال وتقديمة الضيف نفسها بتكون كلام ما يتصنفش أي حاجة غير إنه إهانة وتريقة وسخرية وتنمر على الضيوف، واللي بيوصل للأسف للتحرش اللفظي. التنمر والتحرش اللي بيصنفوا كجرائم بيعاقب عليها القانون. وبكده يكون الكاميرا الخفية خرجت من قالبها الرئيسي، وبعد ما كانت اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية والأبطال أنا وإنت وهي، بقت اللقطات كلها تمثيلية واتفاق مسبق ثمنه ملايين الدولارات، والأبطال ناس مش شبهنا أنا وإنت وهي. وبعد ما كانت التكلفة فكرة وكاميرا وباروكة وصابع روش، بقت استديوهات وديكورات بملايين. لكن رغم كده أصبحت مجرد مسخ لا يمت للأصل بصلة، والهدف الرئيسي ما بيتحققش، لا الضيف بيتفاجئ ولا المتفرج بيضحك. وبعد ما كانت الكاميرا الخفية بقت الكاميرا المهزأة. بتمنى نحاول نوقف الفكرة القبيحة دي من إنها تنتشر، اللي هي بتدعي إن هي كاميرا خفية.
بتمنى ان الناس والاجيال الجديده تعرف ان دي مش كاميرا خفيه ولا اي حاجه شبهها اصلا. بتمنى ما يتمش تطبيعها على انها طبق رئيسي في رمضان، لانها لا تصلح للعرض لا في رمضان ولا غيره. بتمنى ان الناس ما تتعودش على الضحك على المواقف دي بدعوى انها كوميديا. حقيقي لو في حد بيضحك على الاهانه والتنمر والشتيمه وإثارة الذعر والتحرش فهو محتاج يراجع نفسه، لأن ده في الحقيقة أثره كبير جدا وخطر على تصرفات وأفعال الناس في حياتهم الطبيعية، وبالتدريج بيمرر كتير من الجرائم على إنها مجرد ضحك، تحديدا للأطفال والمراهقين اللي لسه المفاهيم بتتكون في ذهنهم، وبنرجع نتصدم من أفعالهم وبنقول هما إزاي بقوا كده، ونتخض بعد ما نشوفهم اتحولوا للمثال السيء اللي كنا بنقرف منه وبنستغربه في الكاميرا الخفية في برنامج الصبر. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.